اهلا ومرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب كو 24. اهلا ومرحبا بكم. صدمه في الاعلام الرياضي الجزائري، صدمه في الاعلام الرياضي الجزائري بعد هزيمه واقصاء المغرب التاريخي امام سويسرا. اقصاء تاريخي وهزيمه تاريخيه للمغرب امام سويسرا. اقصاء تاريخي وهزيمه تاريخيه، والاعلام الجزائري منصدم بعد مشكله مباراه النمسا والصعود، وقال لك بنبعد عن اسبانيا، خلاص اسبانيا اخف بكثيرا من سويسرا، خلاص نكمل بقى المشوار ده. لكن للاسف مباراه سيئه جدا وهزيمه سيئه، بدون فرص، بدون لعب، بدون اي شيء. الجزائر لا تفعل اي شيء. الجزائر لم تفعل أي شيء، وهزيمة كبيرة. الإعلام الجزائري منصدم وبيتكلم عن ما فيش خطة، ما فيش لاعب، ما فيش مدرب ظاهر، ما فيش لاعبين ظاهرين. هزيمة 2-0 أمام سويسرا اللي هي أقل من أسبانيا واللي هي أقل من فرق كتيرة. أمال لو بنقابله فرق قوية كنا عملنا معاها إيه؟ الإعلام الجزائري بيتكلم عن مقارنة بالمغرب، عن مقارنة شمال أفريقيا بالمغرب. بيتكلم إحنا وتونس فاشلين كجامعة وكلاعبين، مقارنه بالمغرب اللي النهارده بتفوز على هولندا في دور 32، بتصعد على دور 16 عشان تقابل كندا. وبتكلم الاعلام الرياضي الجزائري عن مقارنات كبيره مع المنتخب المغربي، مقارنات كبيره جدا مع القوى المغربيه. النهارده انت فين والمغرب فين؟ النهارده خلاص المغرب على بعد خطوات من نصف من دور الثمانيه، من دور الثمانيه. المغرب على بعد خطوات من دور الثمانيه، وبيتكلموا لو ما فيش حد كبير في طريقه ممكن يكمل بسهوله. القوى المغربيه في حته ثانيه، لكن انهيار كبير وفشل كبير النهارده للقوى الجزائريه. الحظ خدمها النهارده في الصعود في احسن توالد، ومع ذلك ما فيش حاجه. وبيتكلموا عن حتى الاعتزال وطريقه الاعتزال المهين لرياض محرز، وان حتى النادي السعودي بيسيبه. كل هذه مشاكل وتحديات كبيره امام الكره الجزائريه مقارنه بكره القدم المغربيه، مقارنه بكره القدم المغربيه. لكن الكره المغربيه طبعا ماشيه في طريقها قوي جدا. اي اعلام مصري تونسي كل الاعلام النهارده بيتكلم عن قوه كبيره جدا للكره المغربيه، عن قوه كبيره جدا للكره المغربيه. شكرا لكم.